السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الشاطرين، طلاب أولى ثانوي دفعة 2025. أهلا بك يا عمنا في التقييم الأسبوعي الأول لمادة الفلسفة أولى ثانوي. خلي بالك الترم ده بيجري بسرعة جدا، فأنت لو ما خدتش بالك وذاكرت المادة أول بأول المادة هتحط عليك، ولو المادة حطت عليك ما تزعلش، مش هيندم إلا أنت. فركز معايا بس دلوقتي كده في التقييم الأسبوعي الأول وتابعني أول بأول كده عشان خاطر تركز معايا في المادة دي. اول سؤال بيقول لك ايه؟ بيبدا معاك اول سؤال هنا بيقول لك الاهتمام بالموضوعات العمليه والواقعيه التي تمس الحياه اليوميه للانسان المعاصر يوظف ما سبق للدلاله على اهتمامات الفلسفه. هل هي فلسفه نظريه؟ طب لحظه بس كده، قلنا ان الفلسفه النظريه قبل كده بتهتم بماهيه خالق صانع الكون، تهتم هل ربنا خير؟ هل هو شرير؟ هل هو موجود اصلا بالفعل حوالينا؟ هل هو مش موجود؟ يعني بتتكلم عن حاجات معنوية، حاجات مجردة احنا مش شايفينها، مش حاجة عملية ومش حاجة واقعية، يبقى هي مش النظرية. طيب التطبيقية، الفلسفة التطبيقية. طيب احنا قلنا ان الفلسفة التطبيقية دي فلسفة بتدرس المشكلات، مشكلات فلسفية، فخلاص دي مشكلات واقعية حكى لها بأرض الواقع، حاجة عملية، حاجة واقعية زي فلسفة البيئة، فلسفة البيولوجيا، الأخلاق المهنية. فيا جماعة هنا الإجابة هتبقى الفلسفة التطبيقية، هي اللي بتهتم بالموضوعات العملية والواقعية اللي بتمس الحياة اليومية للإنسان المعاصر. السؤال الثاني بيقول لك إن السلوك البشري يتضمن بالضرورة حكمًا أخلاقيًا. في ضوء العبارة السابقة استخلص أوجه الترابط والاختلاف بين الأخلاق التطبيقية والأخلاق النظرية. هو عايز أوجه ترابط وأوجه اختلاف بين الأخلاق التطبيقية وبين الأخلاق النظرية. طيب لحظة كده، هي الأخلاق النظرية بتقول لي القاعدة، يعني هي بترشدني إن أنا عندي قاعدة أهي، اللي بيقول لي أطبق القاعدة هي الأخلاق التطبيقية، بتقول لي إزاي أطبقها، ومش أطبقها بس، لا بتقول لي أطبقها بأفضل طريقة ممكنة ليها عشان تديني أفضل النتائج. يبقى هنا أوجه الترابط بين الاتنين إن الأخلاق التطبيقية دي أو الأخلاق النظرية هي اللي بتديني القاعدة، بينما الأخلاق التطبيقية بتقول لي إزاي أطبق القاعدة دي وأطبقها بأفضل طريقة أو بالطريقة الصح اللي بتخليني أتجاوز كل الصعوبات اللي فيها. طيب إيه أوجه الاختلاف؟ أوجه الاختلاف إن الأخلاق التطبيقية دي بتهتم بالسلوك والأفعال، بتهتم بالسلوك والأفعال، اللي بيهتم بالسلوك والأفعال دي أخلاق تطبيقية، بينما الأخلاق النظرية بتهتم بالأفكار والمبادئ. يبقى هنا تاني يا جماعة الأخلاق التطبيقية سلوك وأفعال، أما الأخلاق النظرية أفكار ومبادئ. هنا أخلاق تطبيقية سلوك وأفعال بوصفها وقائع يمكن ملاحظتها، يعني هنا بترجع لأرض الواقع، بينما دي حاجة واقع غير ملموس لا يمكن ملاحظتها. السؤال اللي بعد كده يا جماعة بيقول لك البقرة حيوان ثدي يلد، والحيتان حيوان ثدي يلد، والإنسان حيوان ثدي يلد، إذا إن كل الحيوانات الثدية تلد. طيب هي البقرة دي حاجة كلية ولا حاجة جزئية؟ يبقى هنا خلي بالك دي حاجة جزئية. الحاجة الجزئية دي، طيب هي ادتني دلوقتي نتيجة، النتيجة بتقول لك إذا كل الحيوانات الثدية تلد، دي كده حاجة كلية. طب هو انا عندي اللي بينتقل من الجزئي الى الكلي يا جماعه خلي بالك بيكون اسمه استقراء من غير ما نبص على الاختيارات، يبقى من الجزء للكل استقراء، طب من الكل للجزء لا ده استنباط. طب انا دلوقتي بتنقل من حاجه جزئيه لحاجه كليه، فكده يا جماعه ده بيمثل عندي ما سبق الدلاله على مفهوم الاستقراء. خلاص كده يا جماعه استقراء مش استنباط، لان يا جماعه الاستنباط بينتقل من الكل للجزء مش من الجزء إلى الكل. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يمكن لأي إنسان أن يكون صاحب تفكير علمي في حياته اليومية، عقب برأيك في حدود سطرين. طيب هو الإنسان عشان يكون صاحب تفكير علمي في حياته اليومية لازم يكون عنده حاجتين،
اول حاجه لازم يكون عنده تفكير منظم. الانسان طالما عنده تفكير منظم وكمان بيستخدم العلم دوت بيستخدمه في البحث والتفكير، اذا الانسان هيكون عنده تفكير علمي في حياته اليوميه. بكده تاني يبقى الاجابه هنا ما دام الانسان يستخدم العلم في البحث والتفكير وايضا يستخدم التفكير المنظم، اذا فهو صاحب تفكير عملي او علمي في حياته اليوميه. تمام كده يا جماعه؟ السؤال ده بيقول لك تعد اخلاقيات تعامل الانسان مع المكان الذي يعيش فيه. طب لحظه كده، تعامل الانسان مع مكان بيعيش فيه، بيقول لك ان موضع اهتمام الفلسفه ايه؟ طب تعامل الانسان ومكان، هنا مكان يعني ما بتكلمش على حاجه طبيه ولا بتكلم عن حاجه مهنيه ولا مثاليه يا جماعه. الانسان مع المكان، الانسان مع اي حاجه محيطه بيه، خلي بالك دي من اهتمامات الفلسفه البيئيه، وكلنا عارفين السؤال ده سهل. السؤال اللي بعد كده بيقول لك كل من يحصل على مجموع عالي بالغش يفشل في حياته. هناك بعض الطلاب يحصلون على مجموع عالي بالغش، إذا ففي بعض الطلاب يفشلون في حياتهم العملية. طب لحظة واحدة بس كده، هنا كل من يحصل، خلي بالك دي قضية كلية أو حاجة كلية. هنا ادتني نتيجة، النتيجة دي بيقول لك بعض خلاص يا عم، دي كده حاجة جزئية. وانا لسه قايل لك من شويه اللي بينتقل من الكلي للجزئي او يشير المثال السابق لمفهوم الاستدلال، خلي بالك كل جزئي هيبقى استدلال استنباطي، والاستدلال الاستنباطي ده بينتقل من الكل للجزء، من العام الى الخاص. خلاص يا جماعه؟ طبعا مش استدلال صاعد اللي هو الاستقرائي طبعا، والاستنباط برضه خلي بالك هما بيسموه باسم الاستدلال الهابط. تمام يا جماعه؟ الصاعد دوت الاستقراء، طبعا مش تجريبي، طبعا مش واقعي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك نتج عن التقدم التكنولوجي اضرار بيئيه كبيره. اضرار بيئيه كبيره. تخيل انك فيلسوف، قدم مقترحين من وجهه نظرك لضمان استمراريه الحياه. هنا اي مقترحين ينفعوا. هنا مثلا ممكن تقول ان يجب على الانسان ان يحمي البيئه من اي خطر ممكن لحمايه حقوق الاجيال القادمه. يجب على الدوله اصدار تشريعات ملزمه تلزم من يفسد البيئه، مثلا بان هم يعاقبوه، بان هم يحاسبوه. اي اقتراحين هنا هينفعوا معاك. ممكن مثلا تقول نستخدم الطاقه المصاحبه للبيئه. طاقه مصاحبه للبيئه انا ممكن استخدم طاقه الشمس، طاقه الرياح، بدل من انا بستخدم الوقود اللي بيخلي البيئه ملوثه والهواء بتاعنا ملوث اصلا. فاي اقتراح هنا يا جماعه الراجل هيحسبه لك صح ان شاء الله. المثال اللي بعد كده بيقول لك تطبيق قاعده نحويه عامه في الاعراب على كلمه معينه. هو عايز يطبق قاعده عامه على كلمه معينه، ده يجسد المنهج الاستنباطي. دلل بمثال من عندك. ممكن اقول لك ان كل حروف الجر تكسر ما بعدها في حرف جر. إذا إن في تكسر ما بعدها. يبقى هنا يا جماعة قلنا إن هو عايز حاجة منهج استنباطي، وإحنا كنا قايلين قبل كده إن الاستنباط بينتقل من الكلي للجزئي، وهو الراجل عايزنا نطبق الكلام ده على قاعدة نحوية عامة. فأنا قلت له إن كل حروف الجر تكسر ما بعدها. ده لو أنت مذاكر عربي يعني إن شاء الله وتعرف الكلام ده، ربنا يستر. وقلت له إن في حرف جر يا جماعة، أنا غلطت منهم لله، القلم مش عايز يكتب. في حرف جر، وقلنا كده إذا في تكسر ما بعدها. خلاص كده يا جماعة، قضية حاجة كلية انتهيت بيها لحاجة جزئية، دوت كده منهج استنباطي.
تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك تأثير البيئة على الإنسان من الناحية الطبيعية، حيث يؤثر المناخ على الزراعة وعلى الصحة ونوعية الطعام، ومن الناحية الاجتماعية على تفاعل الناس مع بعضهم البعض وعلاقتهم الاجتماعية وثقافتهم بهدف تحقيق التوازن في حياتهم. نستنتج من العبارة السابقة أحد معاني البيئة وهو المعنى. هل ده معنى اصطلاحي ولا معنى لغوي؟ طيب أنا قلت لك إن المعنى اللغوي معناه من الجذر اللغوي باء، يعني الإنسان باء إلى الشيء، يعني نزل واتخذ المكان ده منزل ليه. المعنى الاصطلاحي، قلت إن المعنى الاصطلاحي قبل كده برضو إن المعنى الاصطلاحي دوت يا جماعة بيكون تفاعل حضاري بين الإنسان وبين كل مقدرات الطبيعة. هو قال لك ساعتها شتى ألوان الثقافة، يعني على المناخ وعلى الصحة وعلى القضاء وعلى التعليم وعلى كل حاجة. فده كده يا جماعة معنى اصطلاحي مش معنى لغوي. أنا خدت لغوي واصطلاحي، مخدتش طبعا أكاديمي، مخدتش طبعا المعنى الفلسفي. السؤال اللي بعده بيقول لك إن س واحد وس اتنين وس تلاتة لحد س تسعة الحاجات ديت معرضة للجاذبية، وس واحد برضه وس اتنين وس تلاتة لحد س تسعة هي كل أجزاء المادة. خلي بالك إن دي حاجة كده حاجة كلية، إذا كل المادة معرضة للجاذبية. خلي بالك كده أنا فبفحص كل العينات، طالما ببحث جميع العينات جميع حاجات الظاهرة، إذا دي حاجة كلية. وبرضه نقلتني الحاجة كلية، قال لك إن دوت نستخلص من الاستدلال السابق إحدى صور الاستقراء عند أرسطو، وهو الذي. طيب هو الذي يفيد إحصاء كافة أفراد الظاهرة، تمام، خليها معانا. يمكننا من التنبؤ بالحالات المماثلة، لا ده مش حالات مماثلة هنا خالص، هتنبأ بحاجات مماثلة ازاي هنا. يفيد معرفة عملية احتمالية، هو ما طلبش مني كده. ظواهر طبيعية غير محدودة، لا هو قال لي كل أجزاء المادة، فدي حاجة محدودة أهو. إذا يا جماعة فهو يفيد إحصاء كافة أفراد الظاهرة. ليه يا جماعة؟ طيب هنا قضية كلية بدرس كل حاجة، ودوت استقراء كامل. الاستقراء الكامل أو الاستقراء التام هو اللي بيفحص كل أو جميع أجزاء الظاهرة، مش بعضها زي الاستقراء الناقص. فالإجابة هنا عندي هتبقى رقم ألف. يشير الجذر اللغوي للبيئة الجذر اللغوي باء إلى أحد معاني البيئة. طبعا ده المعنى اللغوي، وهتقول له إن المعنى اللغوي هو أن البيئة من الجذر اللغوي هي من الجذر اللغوي معناها باء، وتعني المنزل الذي يتخذ الإنسان أو يختاره مكانا. هنا يا جماعة هتقول له المعنى اللغوي للبيئة، وطبعا سؤال سهل جدا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. الطلاب الذين يستخدمون أساليب التعلم النشط مثل النقاش وحل المشكلات يحققون أداء أعلى في الامتحانات مقارنة بمن يتلقون المحاضرات فقط. لذلك نصل إلى حكم عام، وهو أن التعلم النشط يعزز الفهم والاستيعاب لكل الطلاب. خلي بالك هو هنا بيتكلمك على فئة معينة من الطلاب اللي هم بيستخدموا التعلم النشط في النقاش والحل. فهو بيكلمني على كل الطلاب ولا جزء من الطلاب؟ لا يا عم، هو هنا بيكلمني على جزء من الطلاب، هي حاجة جزئية من غير ما نشوف اللي هو مطلوب مننا ايه دلوقتي. يحققون أداء أعلى في الامتحانات مقارنة بمن يتلقون المحاضرات فقط. لذلك نصل إلى حكم عام، وهو أن التعلم النشط يعزز الفهم والاستيعاب. اللي بيتلقوا المحاضرات فقط دول ما بيحققوش الاستفادة القصوى. فكده أنا طلعت بقانون عام، القانون دوت بيقول لي إن التعلم النشط يعزز من الاستيعاب لكل الطلاب. كل الطلاب، حاجة جزئية إلى حاجة كلية. تعال نشوف هنا الراجل بيقول لي ايه. بيقول لك استخلص من المثال السابق نوع الاستقراء المستخدم مدللا عليه بمثال من عندك. خلي بالك هنا هو الراجل استخدم حاجة جزئية، ما فحصش كل أجزاء الظاهرة. فخلي بالك دوت كده استقراء ناقص، خدني من حاجة جزئية نقلني بيها إلى حاجة كلية. حاجة كلية لما أجي أقول لك مثلا، أقول لك
مدللا بمثال من عندك. هقول له المثال مثلا ان الحديد معدن يتمدد بالحرارة. نفس الكلام النحاس معدن يتمدد بالحرارة. الذهب معدن يتمدد بالحرارة. إذا إن كل المعادن يا أستاذ أهو، إذا كل المعادن تتمدد بالحرارة. ده المثال بتاعك اللي هو الاستقراء الناقص، بيفحص حالات جزئية بيصل بها إلى قانون عام يقدر يحكم بيه على كل أفراد الظاهرة بعد كده. الحديد معدن يتمدد بالحرارة، النحاس معدن يتمدد بالحرارة، الذهب معدن يتمدد بالحرارة. إذا كل المعادن تتمدد بالحرارة. ودوت المثال اللي هو كان طالبه مني، وده يا جماعة خلي بالك استقراء ناقص. يلا يا جماعة نبدأ في السؤال اللي بعد كده. بيقول لك إن جميع الطيور تطير والعصافير طيور، إذا العصافير تطير. خلي بالك إن جميع هنا دي حاجة كلية، خلينا متفقين إن دي حاجة كلية، وادتني نتيجة بتقول لك إن العصافير تطير، دي حاجة جزئية. طيب هو اللي بينتقل من الكلي إلى الجزئي دوت يا جماعة خلي بالك اسمه استدلال استنباطي، بينتقل من الكلي إلى الجزئي، من العام إلى الخاص. فأنت هتفسر له كده تقول له إن ده استدلال استنباطي بينتقل من الكلي إلى الجزء ومن العام إلى الخاص. وده بالمناسبة بيكون استدلال هابط عشان بينتقل من الكل إلى الجزء. تعالوا يا جماعة نشوف السؤال اللي بعد كده. الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويتخذ منه مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر. خلي بالك الإطار هنا يعني المكان، وقلنا إن التعريف اللغوي للبيئة وبيقول لك إن أنا أستنتج من العبارة أحد معاني البيئة. خلي بالك أنا قلت إن الاصطلاحي تفاعل الإنسان مع شتى ألوان الثقافة اللي في البيئة، يعني مع كل حاجة. هنا بيقول لك مع المكان، والتعريف اللي كان بيقول لك ان الانسان بيتعامل مع المكان ده تعريف لغوي. فهنا يا جماعه انا هقول له ده التعريف اللغوي. السؤال اللي بعده، لوحظ ان الاشخاص س وصاد وعين. خلي بالك برضو دي قضيه جزئيه، يعني مش كل الاشخاص، ده هم ناس معينه س وصاد وعين اصيبوا بتلف خلايا المخ نتيجه تعاطي المخدرات. احنا هنا هنصل الى حكم عام ان تعاطي المخدرات يدمر خلايا المخ. خلي بالك دي برضو حاجة جزئية عشان انا هنا ما اتكلمتش عن كل الاشخاص، اتكلمت عن اشخاص معينة واديتك نتيجة كلية. النتيجة دي او القانون بيقول لي ان تعاطي المخدرات بيدمر خلايا المخ. طيب ده بيشير الى الاستنباط؟ لا، الاستنباط بيكون من الكل الى الجزء. طيب سوري؟ هو مش سوري، احنا لسه ما خدناش حاجة اسمها سوري اصلا ولا حدسي. هنا المقارنة بين الاستنباط والاستقراء. طب الاستقراء ايوه صح، الاستقراء بينتقل من الجزء الى الكل، من الخاص الى العام. اذا فدوت استدلال استقرائي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك الموضع والمكان الذي يرجع اليه الانسان فيتخذه منزلا. قلت لك المكان او المرجع اللي بيكون للانسان ويتخذه منزلا دوت تعريف لغوي للبيئه. هتقول له ان ده التعريف اللغوي، وطبعا هتقول له التعريف اللغوي اللي انا لسه قايله لك فوق. السؤال اللي بعد كده يقول ارسطو ان اقامه البرهان. خلي بالك ان البرهان هنا معناه النتيجه. على القضية الكلية يتم بالرجوع إلى الأمثلة الجزئية مؤيدا المؤيدة التي تم حصرها كافة. خلي بالك قلت لك برهان يعني نتيجة، كده أنا عندي نتيجة كلية بيرجعني الأمثلة الجزئية، بس هو قال لك هنا كلمة بسيطة، قال لك كافة عناصرها أو تم حصرها كافة يعني كلها. وأنا كنت قايل لك قبل كده إن الاستقراء التام هو اللي بيرجع أو هو اللي بيفحص كل أجزاء الظاهرة، بينما الاستقراء الناقص اللي هو الاستقراء العلمي دوت بيبحث بعض أجزاء الظاهرة عشان يصل بها لقانون عام. لا ده هنا هو بيفصصها تفصيص كامل. فهنا الراجل بيقول لك إيه؟ استنتج من المثال السابق أحد صور الاستقراء عند أرسطو. طبعا أنا هقول له ده استقراء كامل، وطبعا هو عايز مثال. أنا ممكن أقول له المثال اللي هو بتاع إن أنت تعرف عدد الطلاب في الفصل كام،
فانت عشان تعرف عدد الطلاب الفصل كام لازم تعدهم طالب طالب، فانت كده عمال تفحص الافراد، انت ما سبتش طالب، عشان لو انت سبت طالب كده هتطلع العدد فيه مشكله، فيبقى كده ده استقراء ناقص مش تام. خلاص كده يا جماعه. السؤال اللي بعده، الحقيقه العلميه اللي بتقول ان كل المعادن تتمدد بالحراره تجسد نتيجة توصلنا إليها عن طريق أحد أنواع الاستدلال بما تفسر. خلي بالك دوت استدلال استقرائي، لأن كل المعادن تتمدد بالحرارة دي أنا كنت قايل لك قبل كده إن الحديد معدن يتمدد بالحرارة، النحاس معدن يتمدد بالحرارة، والذهب معدن يتمدد بالحرارة، دي كلها مقدمات جزئية ادتني نتيجة أو اداني حكم عام بيقول لي إن كل المعادن تتمدد بالحرارة. فطبعا ده يا جماعة اللي كنا بنقول عنه اللي هو استدلال صاعد ودوت استدلال استقرائي. وطبعا هتقول له لان هو بينتقل من الجزئي الى الكلي، من الخاص الى العام، وهو كمان استدلال صاعد. وخلي بالك ده بيكون نتيجته او انا بحكم عليه بان هو احتمالي ترجيحي، مش زي الاستنباط بيكون يقيني. طبعا كده يا جماعه مفيش اي اسئله تاني. ركز في الفيديو ده قوي، هيفيدك جدا في الاسبوع الاول في الدراسة بتاعتك، وركز ان شاء الله الاسبوع الجاي هعمل لك التقييم التاني ان شاء الله. والسلام عليكم.